ما يبت لابسة نعاب شينة، حس يمكن حتى لا السفة ساكت. في مسجل الحفلة السواق بشكل والدلابين قام فجأة وقف، وكان قام المسطول سأل زول الجرم ولا اسمعني يا انت والدلابين ده نزل ولا شنو؟ أي بنت بتلبس النعاب ما بتتزوج. رواه الشباب المضروب نفسيا عشان مشتاق يشوف. مسطول شايل باب البيت حق غرفته في ظهره وما يشبهه. قام لقى واحد قال له شايل الباب مودي وين؟ قال له ماشي أصلحه. قال له افرض انك انت شايل الباب وجي حرامي دخل الغرفة سرقه. المسطول قال له بيضحك ضحك، قال له ادخل كيف وانا شايل الباب؟ الناس اللي بينوموا بالليل بدري ديل يحطوا لك الا تفصلوا يا تسلك. هادي حنقوشة ودوها لشيخ، قام جاب له كوباية فيها موية وقرا لها آيتين كده وتفتف لها فيها ودالها شربها. مشت حكت له صاحبتها قالت له واو أنا شربت عصير حق قرآن. هوي أنا داير أعمل لي بلح شام، ها جبت لي ملو حقت بلح، وروني تاني أجيب شنو وأعمل شنو. واحدة كان بيسكر قام تاب وفي إمام بتاع جامع، المهم عزموه إيرس لقلك الجرادل بتاعت المدرسة دلها بطرش. قام دخل أصبعه في الجردل كده ولحسه، قال لي انت أعوذ بالله منك لسه في حلاوتك ديك؟ ليه لما تكون دار تحنك لك بنت بتحلف لي انك انت ما زيانة؟ ليه نحن عملنا لك شنو؟ البنت جات متأخرة ولقيت لك أمها منتظرة في خشم الباب قبل السلم تراح كشطت لك بكف. قالت لها كل يوم جاياني بعربية بشكل؟ قالت لها يا أمي ده الحال تراح لسه. قالت لها كف تاني. قالت لها كمان ما بتحاجة اللي بتقولي اسمه قدامي. قالت لها يا أمي دقيقة الحال ده أبليكيشن تراح لسه. قالت لها فيها القفة التالتة جايباه ولا أجنبي. لقيت لك أخوي الكبير يقعد مع أبوي، وها كان قمت قلت له كده ولع السيارة وطلعت الدخان بين حدك زي جبل. المهم كان أبوي قام عليه وأنا مشيت. مسطول مشي يحتب له بنت، أبوها قال له أنا موافق لكن بشرط لازم بنتي تسكن في بيت براها. المسطول قال له كده وقال له وأنا أسكن لك وين؟ صيدلانية اشتغلت معاه حبيبة قالت له تف عليك صباح ومساء. قال لها لمدة كم يوم. ده واحد شغال في مؤسسة حكومية لا بصوم ولا بصلي، اسمه طلع في كشف الموظفين الماشيين الحج، وهو طلع بودع في جيران ماشي المطار. جاره رباطاه بقام قال له أول مرة أشوف لي زول بيبدأ أركان الإسلام من ورا. أخوي رسلني قال لي مش هقول لي رصيد من الدكان. المهم مشيتوا يتشغلوا بخطوة كان قال لي مالك؟ قلت له غشيت بتاع الدكان. قال لي ماله؟ قلت له وديته رقم غلط. هو يا المتابعين ليه تضحكوا ساكت كده؟ أنا شدة ما بحبكم وبحبكم حب شديد. عمي حلمت إني بوزع لكم في قروش ها بدون مشاكل. أنا داير قروشي. قامت قالت لي إنت فاكر نفسك مضاد حيوي ترد لي بعد 8 ساعات؟ قلت له فاكراني أنا قبل قسم طوارئ فاتح طول اليوم تشرد على الرجيلة. أنا بحبه وكان بقلبي إن شاء الله ربنا يسفرني أي محل برا السودان. I love you 200,000 عشان كوميدي يا مان.